في المشهد ده من فيلم بالب فاكشن كانوا بيحاولوا فيه ان هم يدوا ادرينالين انترا كارديو حقنه في القلب دايركت. بس معلش، هو امتى ممكن نوصل لمرحله ان احنا ندي ادرينالين في القلب على طول كده؟ وهل ده صح اصلا ولا لا؟ الحاله الوحيده اللي بندي فيها ادرينالين في القلب دايركت على طول كده هو في حاله الكارديك ارست، او ان القلب وقف ولازم نعمل له على طول انعاش كده، ان هو لازم يرجع يشتغل تاني على طول، فبنديله حقنه الادرينالين ديت بتفوقه بتنعشه. الطريقه دي ان احنا بندخل في القلب على طول، بنحقن في القلب على طول. وبنستخدم الحقنه اللي بنحقن فيها الادرينالين بتبقى بسن من 5 ل 10 سم. ندخل في الجزئين دول اللي هو يعني في السبيس ما بين الضلع الرابع والخامس. طبعا حالات توقف القلب دي ممكن تحصل لاي حد في اي حاله، ولكن في الاغلب يعني احنا مش بنستخدمها غير لما يكون مثلا عمليات جراحه كبيره جدا بقى القلب واضح قدامنا كده، فيبدا نستخدم الطريقه دي. وده لان الطريقه دي اصلا نادرا ما بتستخدم، في الاغلب بيبقى اضرارها اكتر من فوائدها. يعني بدل ما انا ادي الادرينالين على طول في القلب كده عشان احفز القلب بسرعه، عادي انا ممكن اديه في الوريد هيعمل نفس الشغل. هتجنب الاضرار بتاعت ان انا ممكن اصيب صمام من القلب، مثلا اعمل خلل في صمام ولا حاجه، اعمل نزيف فيعمل لي حاجه اسمها كارديك تمبونيت، فيبقى القلب كده كده هيقف في المستقبل. فتجنبا لكل المخاطر دي ممكن ان احنا نعملها اي في ونريح دماغنا.